سلام. في فيديو اليوم حنشارك معكم وصفة العجينة المورقة وطريقتي في تحضيرها. هي تجي سهلة بزاف، تبعي الخطوات باك خطوة بخطوة حتى تفهمي كيفاش تندار. اول حاجة عندي هنايا باكي تاع فارينة يكون كامل، عندي مارغرين تاع التوريق، الخل، الملح، وعندي 10 مغارف بالضبط تاع الزيت. اول حاجة لازم نغربلو الفارينة تاعنا، اي فارينه يعني النوعيه اللي حبيتيها ديريها، ماشي شرط تكون هذه ولا يعني ماركه معينه. نغربلو الفارينه تاعنا، بعد زدت عليها هنايا نص مغرفه كبيره تاع شويه تاع ملح يعني حسب الرغبه. عندي هنا بالضبط قلت لكم 10 مغارف تاع الزيت، زولها مغرفه كبيره تاع خل، 10 مغارف تاع كبار تاع الزيت ماشي صغار كبار، زولها مغرفه كبيره تاع الخل باش كي نحطها في الكونجيلاتور نحطها في الجدار تحكم لنا مده طويله. عندي هنايا المارغرين تاع التوريق، هنايا نقسمها على 3 وواحد فيهم نحي منه قيس صباع هكا تاع شويه من المارغرين، ونحاول نطريها ونحطها في هكذا، نذوبها شويه بين يديا، ومن بعد نحطها في الخليط تاعي. وهكا نحك بيديا بين نحط تما العجين نبدا بالزبده هي الاولى حتى باش تذوب لي، من بعد نحك مليح حتى تولي لي بهذه الطريقه، يعني كي نشكلها هكا بيديا تكون تتجمع لي هذيك الكتله. نحكها مليح ومن بعد نجيب الماء لازم يكون بارد، يعني قد ما يكون بارد مليح، ونبدا نبخ غير بشويه ونلم العجين، يعني ما نديرش الماء ضربه واحده باش ما نزيدش الفرينه، ومن بعد تخلطوا لي المقادير تولي الفرينه بزاف بارابور لزبدة التوريق. يعني نخلط غير بشويه لحتى نتحصل على عجينه تكون طريه بزاف وتلصق في اليد. يعني الماء بارد هو اللي ثاني يساعدها على التوريق هذاك. من بعد هنا نعجنوها حوالي واحد دقيقتين 3 حتى تولي ما تلصقش في اليد، المهم تولي العجين يولي ما يلصقناش في اليد وتولي عندنا عجينه ملسه. نشكلوها هكا على شكل كريه كبيره، ومن بعد نديروها في بابي فيلم ولا ساشي ونخليوها هكذا تكوتي حتى تروبوزي مليح. ما بيد نخدم الزبده تاعي تاع التوريق. هنا كما قلت لكم كنت نحيت هذاك الطرف، ومن بعد هنا نجي نقسمها على 3، وقلت لكم من بعد شغل نطريها بيدي مليح يعني نذوبوها. وعندي هنا مغرفه كبيره تاع نسا تاع لا مايزينا. اول حاجه نطريو هذيك نعجنو شويه الزبده تاعي تاع التوريق، نعجنو ونديرو لا مايزينا او ميم طون. نعجنوها مليح حتى تطرى كامل هذيك الزبده تاعي، وكل مره نزيدو شويه تاع لا مايزينا حتى تكمل، تكون مغرفه كبيره تاع لا مايزينا. بعد هنا كي تطرى غير بالكف تاع اليد ونمشيها على كامل هذاك الورقه تاع الزبده، واللي بقات لي نديرو هذيك لا مايزينا من الفوق. هنايا لازم تكون عندكم بلاصه واسعه باش تحلوا فيها العجين تاعكم، تكون فوق البوطاج يكون واسع ولا طابله كبيره، ونحلوها على شكل هكا مستطيل ماشي دائري، مستطيل، لازم نحلوها على شكل مستطيل مش دائري. نعاون هنايا روحي شويه بالفرينه باسكو راهي طريه، وهنا نبقى نحلل بالحلال. وشنو من كي نكون نحلل بالحلال ما نتكاوش بزاف، يعني ما نزيروش على العجين، غير بالحنانه برك، غير بشويه برك باسكو العجينه راهي طريه.
نحلوها كما راكم تشوفوا على السمك يكون 1 سنتيمتر ولا. من بعد راح نجيب هذيك الزبدة تاع التوريق ونحطها في جهة من هذاك العجين تاعي، يعني في جهة واحدة ماشي في الوسط، في جهة. وهنا ما تخافوش الا كان جاو سما الحواشي ما فيهمش هذيك الزبده، دوك تمشي هذيك الزبده وتتوزع على كامل العجين. نقلب الجهه الاخرى على هذيك الزبده، يعني وين تكون الزبده تاعي في الوسط. من بعد هنا بالحلال كيما راكم باش نمشي شويه هذيك الزبده، نوصلها سما كامل الجوانب، ومن بعد نبدا ندير كيما راكم تشوفوا بالحلال هكذا، نبدا نحلل فيها. شو قلت لكم دائما ما تلظوش بزاف، ما تكاوش بزاف على الحلال، غير بشويه باش تمشي لنا هذيك الزبده كامل. ومن بعد هنايا نقلبوها، لازم تكون هذيك الجهه اللي طوينا عليها تكون جهتكم، يعني كيما راكم تشوفوا هكذا دورتها لجهتي انا، تسمى الجهه اللي تكونوا فيها نتوما. ونبدا نحلل، نبدا نحلل فيها حتى نديروها كبيره، يعني تكون رقيقه. ولازم تاكدوا باللي الزبده تاعكم راهي مشات على كامل هذيك العجين تاعنا. من بعد نديروا هذا الطي الاولى، نطويوها هكذا، نطبقوها بهذه الطريقه، ونحاولوا دائما نكسلوا هكذا العجين باش يجي يقيس بعضاه كامل. ونزيد الكوتي اللي من هيه ثاني نزيد نطويها. ومن بعد هذه الطيه الدوزيام انا نحب بزاف تكون فيها مطويه بزاف باش تجيني هكا مورقه بزاف. كاين اللي يطويوها غير مره زوج ومن بعد صاي. ومن بعد هذه الدوزيام ومن بعد نلاقيهم مع بعضهم. انا دائما نحاولوا نعاونوا روحنا بالفارينه باسكو راهي بزاف طريه. هنا راني دورتها، لازم توجور قلت لكم ندورها، يا تكون هذيك الطيه تكون جهتكم يعني هكا مقابلتكم، ولا تكون من هيك. دائما نديروا هذه الطريقه تاع الحلال غير بشويه، نوزعوا كامل، ما نبداوش باش ما تشكلون ما تهربناش العجين جهه واحده. كاين اللي محبش لابا تاعو تكون بزاف مورقه، يدير غير سما ينقص في هذوك الطيات اللي درناهم. انا نحبها تكون بزاف مطويه، تكون بزاف فيها سما الورق هذوك. هذه الاولى نديروها هكذا، الجهه الاولى نجبدوها، ومن بعد نزيدو نجيبو الجهه الاخرى عليها، ماشي في الوسط، تكون عليها. من بعد نحاول نديرو مستطيل، نحلو غير شويه برك. كاين اللي يكتفي غير بهذه الطيه، انا نحب قلت لكم نحب تكون فيها بزاف طيات، راح نزيد نطويها مره واحده اخرى بصح بعد ما نقطعها، ماشي هكذا. هنا حنقسمها على 3، نحاولوا نديروا القيس يكونوا قد بعضاهم. كاين اللي يحبوا يزيدوا لها يخلوها غير هكذا ما فيهاش بزاف هذاك التوريق. كما انا نحب تكون فيها بزاف التوريق، الياس بصح نزيد نطوي هذه المره ونزيد نحللها باش نخرج باسكو في رمضان مش حتحتاجوا يكون بزاف، ما نحتاجوهاش بزاف غير شويه. تفوا نديروا لي كيش ولا سوفلي ولا حنديرهم صغار، يعني تحبوا تخليوها كيما راهي هكذا كبيره ولا تقطعوها بالموس صغار. انا نسحقهم صغار بصح نقسمهم على زوج. سكو دي فوا واحد يدير غير شويه تاع لي كيش ولا ماشي بزاف باش ما نخسروش العجين هذاك يروح هكذاك. سبورصا نديرهم صغار، واللي يحب يديرهم كبار يديرهم كبار، ما يقسمهمش يخليهم هكذاك.
هنايا حندير معكم هاد البسطيله اللي حنشاركها معكم تاني. هنايا واش درت حبه تاع بصل تكون مويه وطماطم وفلفل الوان، عندي هنا احمر واورانج هذاك، والثوم نقطعهم كامل صغار، والثوم بيان سور مرابيا نخليهم يتقلاو على نار قليله مره. ومن بعد زدت رحيت هنايا غير نص تاع صدر تاع الدجاج، هنايا بولي هاشي، ونحاول نوزع. هنا ما درت والو، لا ملح لا غير شويه تاع الزيت، ما نديرش مازال ما نديرش لي زيبيس. نوزع كامل هذاك الدجاج نخليه كامل يطلق هذاك الماء تاعو، ومن بعد نجي ندير لي زيبيس. عندي هنايا درت فلفل كحل، فلفل احمر، كزبر والملح. هنايا عندي هذيك العجين، هنايا عندي حندير في المول هذا تاع الكيش ولا تاع لي تارت، ندير قبل الطبقه الاولى تاع العجين ونثقبها. بعد زدت فرغت هذاك الخليط تاعي، بعد لازم نخليه ينشف كامل. زدت شويه تاع فرماج رابي. الحاجه وحده لازم تكون الحشو تاعكم هذا تاع الدجاج وخر يكون ناشف، ما يكونش فيه الزيت هذاك ولا. ومن بعد هنايا زدت حليت الطبقه الثانيه تاعي تاع العجين، وكما راكم تشوفوا نضغط عليها هكا حتى تجيني سوا على هذاك المول تاعي. هنايا باش نعاودوا هذوك اللي يحفظوا لنا نعاودوا نطبقوهم، ما نعاودوش نعجنوهم، غير نطويوهم ونخليوهم نحتاجوهم مره اخرى ان شاء الله. هنايا نحاول ندخل كام باش يلصق لي العجينه الفوقانيه مع التحتانيه، ومن بعد نقسمها هكذا، نقسمها على 4، ومن بعد على 6، بعد نزيد لها هادو على 8. هنايا دهنتها الوجه تاعها دهنته بصفار بيض. ندير هنايا شويه زيتون ولا شويه تاع، هنايا اختياري يعني ديروا. ومن بعد نشعلوا لها من الفوق ونخليوها زيدوا، نشعلوا لها من التحت حتى نطيب، ومن بعد نشعلوا لها من الفوق. انا صراحه هنايا نسيت عليها شويه، تحرقت لي شويه من الفوق. وكاين نصيحه حاجه وحده اخرى، اي حاجه ديروها تاع لاباط فيتي، ما كي تطفيو لها ما تخرجوهاش تمتم باش ما تهبطش، خليوها في السخانه هذيك تاع الفرن حتى تحافظ على هذاك العلو تاعها، التنفاخ هذاك تاعها، يعني ما تخرجوهاش تمتم، ماشي غير طفيو وتخرجوا. طفيو لها وخليوها شويه في هذيك السخانه. شوفوا هنايا التوريق تاعهم يعني جا ما شاء الله، وتجي طريه بزاف وتجي خفيفه، يعني ما تجيش معجنه ولا. وزيد هذا النوع بزاف يساعدوا، نوع من الوصفات هذو يساعدونا بزاف في رمضان، لي سورتو لي يكون ما عندكش الوقت، تكوني عيانه مش قادره ديري، سهله غير تنحي العجين تاعك وديريها وتجي ما شاء الله، وتجي بنينه وتجي خفيفه. اذا حبيتي هذه الوصفه تاع الزيتون ما عليك غير تتبعي الفيديو بعد قليل ان شاء الله على مطبخ شيلا كيتشن، حنحطه لكم بعد قليل ان شاء الله. سلام.